السلام عليكم. هلو ريموت امبلويمنت اكاديمي، اكاديميه التوظيف عن بعد او اكاديميه العمل عن بعد. هي سلسله فيديوهات جديده ان شاء الله ناويين ان احنا نشتغل عليها امتداد لبعض الفيديوهات القديمه اللي كنا عملناها. ريموت امبلويمنت اكاديمي الهدف منها ان احنا نتكلم عن كل حاجه واي حاجه متعلقه بالعمل او التوظيف عن بعد، تحديدا للناس الموجوده في مصر او في المينا ريجن الشرق الاوسط. تمام. الكلام ده هيبقى مناسب عامه لانواع التوظيف المختلفه، والناس اللي هي عايزه تبدا كارير او هي موجوده في الكارير وبتدور على فرص وحاجات ثانيه، او محتاجين يتعلموا اكتر عن عمليه التوظيف وجوانبها المختلفه. لكن الكلام هيكون مخصص اكتر او موجه اكتر لجزئيه العمل عن بعد او ريموت امبلويمنت. تمام. هنتكلم في ايه في الريموت امبلويمنت تحديدا؟ زي ما قلنا هنتكلم عن كل حاجه وكل ما يتعلق بالريموت امبلويمنت عامه، بدايه من يعني ايه ريموت، وليه انت تشتغل ريموت، او ليه تدور على فرص شغل ريموتلي، وليه شركات اصلا بتهاير ريموتلي، والموضوع ابتدى منين وامتى. هنتكلم كمان عن انواع التوظيف. انواع التوظيف مختلفه، مش مجرد ان انت بتمضي عقد مع الشركه خلاص، لا، في انواع للتوظيف وكل نوع بيفرق فيه حقوقك وواجباتك والنوتس بيريود والبنفيتس والسالاريز والحاجات دي كلها. فكل ده بيلدينج كلاريتي ليك انت علشان تقدر ان انت تفكر صح وتقرر صح على اي فرصه او شركه انت بتنترفيو معاهم او جاي لك منهم اوفر. هنتكلم كمان عن الكوميتمنت، ان انت التزامك الوقتي او التزامك بالمكان، انواع الالتزام بتختلف ازاي وكل واحده ايه الفرق ما بينها وما بين الحاجه الثانيه. هنتكلم كمان عن الحاجات الليجل والفاينانسز بيهايند ريموت وركينج. لما انت بتشتغل ريموت ايه الحاجات الليجل اللي محتاج تفكر فيها وتاخد بالك منها، او الشركه هتبقى مهتمه بيها، وان هي تميك شور عن بعض الحاجات الليجل والفاينانسز تحديدا عن الفاينانسز بتاعتك انت. بتقبض فلوسك ازاي، بتستلم، بتتحول، بتقدر تتعامل ازاي مع فلوسك لو انت بتشتغل عن بعد، وهكذا. تمام. هندخل في تفاصيل اكتر كمان عن ازاي وفين بتلاقي فرص شغل ريموتلي. اوكي. يبقى عندنا كذا كاتيجوري، هنصنفهم كذا كاتيجوري، وكل كاتيجوري هناخد فيه امثله معينه محدده، وندخل كمان نشوف المصدر ده او التول دي او الطريقه دي بندور من خلالها ازاي. زي الفيديوهات القديمه اللي كنا عملناها على اليوتيوب، عملنا 3 او 4 فيديوز بنتكلم عن بعض الطرق والمصادر، لكن هنتكلم ان شاء الله في الريموت امبلويمنت اكاديمي بشكل مفصل اكتر. واي حد فيكم عنده اي فكره، عنده اي معلومه اضافيه، او حابب يضيف معانا، اكيد تقدر ان انت تكومنت وتشير معانا الكومنتس بتاعتك او الفيدباك او المعرفه اللي انت حابب تشاركها معانا، او روح وشاركها مع الناس حواليك بنفسك يعني، واحنا مستعدين ان احنا نساعدك في ده. في ريموت امبلويمنت اكاديمي محدش هنا منتور، محدش هنا كوتش، اتس جاست ا بير تو بير منتورشيب. اوكي. او ريفليكشن. ابير عنده شويه معلومات، شويه معرفه جربهم واشتغل بيهم وعملت معايا نتائج كويسه وبعض النتائج السيئه، فانا جاي هنا عشان ارفلكت على المعلومات والمعرفه اللي عندي واللي انا اكتسبتها اتعلمتها وطبقتها وجابت معايا نتائج، ايا كانت نتائج كويسه او نتائج سيئه. اتس جاست ا بير تو بير ريفليكشن. تمام. الفيديوز دي مين بشكل واضح طبعا لكل التالنتس او الكانديديتس اللي بتدور على فرص شغل ريموتلي وهكذا، او فرص افضل عامه في الكارير. لكن في نفس الوقت هي مناسبه للهايرنج مانجرز والستارت ابس اللي هي بتهاير ريموتلي علشان يقدروا يتعلموا ويعرفوا تفاصيل اكتر عن العمل عن بعد والحاجات اللي هم محتاجين يفكروا فيها او يعملوا حسابهم، او حتى يشوفوا الكانديديت برسبكتيف عن ريموت امبلويمنت. تمام. علشان يقدروا يبيلد كلاريتي ويقدروا ياكسلريت التالنت اكوزيشن والامبلوير براندنج عندهم، يبقوا فاهمين كويس قوي لو احنا بنشتغل ريموت محتاجين نفكر في ايه ونعمل حساب ايه ونقدم ايه للتالنتس، والتالنتس نفسهم بيفكروا في ايه ويدوروا على ايه. الفيديوز دي كمان ممكن تبقى مناسبه لاي للبرودكت بيبل او السي اوز اللي هم بيبنوا برودكتس او تولز متعلقه بالريموت امبلويمنت، علشان يبقى عندهم النولج بيز او الدومين لانجوج بتاعه العمل عن بعد. لو انت بتعمل اتش ار سوفت وير ليه علاقه بالتوظيف او ليه علاقه بالعمل عن بعد والهايرنج والحاجات دي كلها، فانت مش بس بتكتب كود او تبيلد ا برودكت اور تول، انت محتاج النولج بيهايند ريموت امبلويمنت علشان تقدر تبني برودكت او تول صح جوه الاندستري او الدومين اللي انت بتشتغل فيها. على سبيل المثال مثلا لما عملنا الجوب بورد كانت مجرد عايزين نعمل لسته نحط فيها فرص شغل ريموت. مع الوقت ابتدينا نبيلد ا دوكيومنتيشن علشان نبقى عارفين بالظبط احنا بندور فين وبندور على ايه وازاي وكل الحاجات دي. الدوكيومنت دي ساعدتنا فيما بعد ان احنا نبيلد لايك انترنالي اي ايجنت واوتوميشنز وحاجات بتساعدنا في الشغل اكتر واحسن من الاول. تمام. ده كل حاجه. ان شاء الله كل فيديو او كل جزء جديد هنشيره هيكون معاه 3 خطوات، مش بس هنشير المعرفه النظريه، لا، هنتفق مع بعض ان كل فيديو فيه 3 خطوات. المفروض ده هيبقى دورك انت علشان تروح تريسيرش تفاليديت تاكسكيوت، وكل فيديو هيبقى موجود تحت منه ريمايندر بالثلاث خطوات دي، وكمان في كل خطوه هتعمل فيها ايه بالظبط. ليه الثلاث خطوات دي؟ علشان بس ما تسمعش كلام نظري او المعرفه ان انت تسمعها وخلاص، لا، تروح تبراكتس وتفاليديت كمان المعلومات دي وتكسكيوت تنفذ بناء عليها. فمش بس مثلا لو انت قاعد تاخد كورس او قاعد في سيشن معينه فاخدت الكلام فهمته واتعلمت، لا، ان انت تروح وتطبق كمان. ومش هنسيبك ان انت تروح تطبق مع نفسك، هنحط لك الخطوات ازاي ان انت تريسيرش وتفاليديت وتكسكيوت. تمام.
اخر حاجه حابب ان انا اقولها، ان احنا حابين اناونس ان السلسله دي سبونسرد باي انسيف. وانسيف هي شركتنا اللي شجعنا ان احنا نعمل السلسله دي. وانسيف بكل بساطه هي ستارت اب فاوندد باي رائد اعمال سوري ورائد اعمال فلسطيني، وهم بيساعدوك ان انت تفتح حساب بنكي في بريطانيا باكتر من عمله بالبطاقه او الباسبور ببلاش، وبيدفع لك من يوم ل3 ايام. تقدر تستلم عليه فلوسك، تحول فلوس، تصرف اونلاين، وفي بنفيتس وحاجات حلوه كويسه قوي. وهتلاقوا اللينك بتاعها ان شاء الله موجود في كل الفيديوز غالبا، علشان لو انت عايز تكريت اكونت او عايز حتى ان انت تعرف تفاصيل اكتر. في صفحه انا عملتها على الويب سايت فيها انتروداكشن او اونبوردنج عن انسيف، وفي نفس الوقت عن ريفليكشن على استخدامي الشخصي لما نزلت الابلكيشن واستخدمته وحولته واستلمت فلوس وهكذا. تمام، استنونا في الفيديوهات ان شاء الله. وزي ما قلت، لو اي حد فيكم عنده اي كومنت اي فيدباك حابب يشاركه معانا، ويلكم جدا ان انتوا تشاركوا ده معانا. احنا عايزين نخلي في سبيس او في مصدر مرجع لاي حد مننا، اي حد بيشتغل دلوقتي لسه، الناس اللي هتبدا الكارير بتاعها كمان، لو محتاج اي معلومه عن ريموت امبلويمنت يقدر ان هو يلاقي الفيديوز دي تجاوب على كل الاسئله اللي هي بتبقى عنده او شغله دماغه او بيدور ليها على اجابات. زي ما بنشوف على ريديت وعلى فيسبوك وعلى لينكد ان وفي اماكن كتير قوي، الناس لسه بتسال ولسه بتدور ومحتاجين معلومات واجابات ومعلومات حقيقيه وموثوقه، ويكون من لسان ناس جربت ده. فساعدونا ان احنا نبلد clarity and turn our case and uncertainty into a victory في employment and our own well-being.